حق المسلم المسلم أن يحفظ المسلم في حضرته وفي غيبته، يعني حاضر يحفظه وإذا غاب أيضا يحفظه. النبي صلى الله عليه وآله قال من حق المسلم على المسلم أن يسمت عطسته، يعني إذا عطس يقول له يرحمك الله. من حق المسلم على المسلم أن يستر عورته، هاي الحقوق الشرطية الإسلامية. من حق المسلم على المسلم أن يقبل وصيته، من حق المسلم على المسلم أن يكشف كربته والباقي يبقى محله. لأن اليوم وما تدرون شرد أقول اليوم يعني آخر اليوم يا أول الليلة من هالليلة أنا في حرم سيد الشهداء، إذا ما قلت أول المغرب يعني قبل صلاة المغرب، فآخر النهار خطر ببالي شيء، واللي خطر ببالي قلت إذا ظل على بالي أذكره الليلة وأقرأ. اجيت راس الميدان فد شخص حب أيضا ذكرني قال أحب هالليلة تقرأنا بالصحن على شيء الذي يتخطر على خاطري، فصار كوحي يطلعها. والكل إن شاء الله نشتاق ذكر هالمصيبة. مسلم النبي يقول الذي يكشف كربة المسلم، يعني ترى مو مسلم اللي يذب البلاء والهام والبلاوي والفتن على المسلم. المسلم شرطه هذا أن يكشف كربته. فهذا الذي يقوله النبي نريد نعرفه. في بعض الأمكنة صار خلاف ما قال النبي، هل احنا اسلام واللي قبلنا مو اسلام؟ يعني احنا بتاريخ اللي احنا بيه 1395 من الهجرة احنا اسلام، وناس اللي بسنة 60 من الهجرة بنص شهر رمضان وبشوال وذي القعدة وذي الحجة 8 منه، هذولاك مو اسلام؟ ياهم اللي اجاهم مسلم اجاهم تحرك نص شهر رمضان من سنة 60 من الهجرة بأمر الإمام، وما أمره الإمام إلا بعد أن جاءت كتب أهل الكوفة إليه يستغيثون. إذا ما تجينا يا حسين خاصمناك يوم القيامة عند جدك. قال له يا ابن عمي تفضل انت تتمشى تروح للكوفة. فإجاهم نص الشهر هذا اللي احنا بيه قضمه، هذا نص الشهر الذي قضى مسلم توجه من سنة 60، يعني شهر رمضان نص منه هو بالطريق، وشوال وذي القعدة و8 من ذي الحجة. شو ما راعوا بقول النبي خطار، نعم لاجئ باصطلاحنا، ضيف رسول ابن بنت النبي. شو غدروا ليش؟ والغدر مو من شيمة المسلم، لأن المسلم ما يغدر. أقول لك حتى بالكافر الإسلام أمرنا، يقول إذا إجاك كافر غدر لا تغدر يا المسلم. هذه الآيات بالقرآن بعد ما لي طريق أرجع راح الوقت. الله بصريح الآية يقول له إذا أتاك المشرك استجار بك أجره وأرجعه إلى مأمنه لحد عرضه. فإذا كان الكافر المسلم يكون يحفظ ذمامه إذا نازل ببلاده، شلون مسلم مو خطار وانتوا باعثين عليه وبايعوه؟ أقل الرواية أقرأ لكم 18,000 وأخذ وأقذر من الغدر والخيانة ماكو. إذا مدحوا الإنسان يقولون وفي صاحب كلام، وإذا ذموه يقول له خلي ولي هذا خائن، هذا ما عنده كلام. يكفي الإنسان ضعه. زين 18,000 تعرف البيعة شنو عايني؟ يعني قعدوا المسلم ومد ايد البيعة هاي
فكل واحد فرد يجي يقول له نبايعك لله ولرسوله وللحسين، نوالي وليك ونعادي عدوك. هذه 18,000. بعد ذلك المطلب قد ما قرأت مرتين إلى أبدأ أفصله. بعد ذلك وإذا انقلبت الأوراق وإذا اللي بايعوه يردون قتله. هي هاي الإسلامية. هذا اللي عرضت لكم الليلة بالحرم الشريف صار على بالي، قلت هذه لا تفوتني، هم ذكرى لهالمولى الغريب. وهذا الشخص اللي ذكرني هالليلة أيضا، فإن شاء الله المجلس الذي حاضرين به غرباء، وما أقول غرباء، أقول غريب أنت يا أحسائي الحاضر، أو ذولاك الجماعة من أهل مسقط أو الباقين مو غرباء. البلد بلدكم والإمام إمامكم وإمامنا، معناه مو إحنا غرباء، لكن نبكي أننا وطننا غير وطن، وبلدنا غير بلد، ومسكننا غير مسكن غير. هاي ما أقول نبكي الآن على غربة هالغريب. هذا المولى جنابك لاحظ نفسك. يقول بعض الشعراء إن الغريب وإن يكن في بلدة يجبى إليه خراجها لغريبه. يعني الغريب وإن كان يصير ببلاد إلى أمر وإلى نهي وواردات ومالية توصل إليه اسمه غريب. بس إذا كان مثل هالمولى وحده والولاية كلها قامت عليه قيام رجل واحد، ولا بيهم واحد، عبد الباقي أفندي العمري الموصلي، إذا شايف الديوان هذا من قصيدة، من بيت من قصيدة إلى يقول عبد الباقي أفندي الموصلي العمري، يقول لو كان في الكوفة غير مسلم من مسلم ما قطعوه إربا. رجل منصف يقول لو اكو بالكوفة غير مسلم ابن عقيل مسلم كان ما يقطعوا المسلم، لان ذاك المسلم كان يقول لهم لا هذا اخوكم. يقول تبين ما اكو العهد علي، انا دا افسر كلامه، قال يتبين ما اكو بالكوفة مسلم غير مسلم ابن عقيل، واذا بعد 18,000 مبايع اليه يطلع من المسجد ولا واحد يدلي على الطريق. فانصاع مسلم خائفا مترقبا بين الأزقة لا يرى من مفزعي. بويا اكو ناس حاملين لكن لهم نوماس يحفظون الطيبة كاملة، واكو واحد الى اسم ورسم ما حفظ الطيبة والغانمة، هذا من الرجال. واكو طيبات من النساء يسون حدة من الرجال. يعني اذا المرأة عرفت الانسانية وعرفت الواجب والمعروف، ورجل او عدة من الرجال ما عرفوا يفيزون هالمرأة على ذولاك الظلم. هاي الكوفة ولا بيهم مزلمة، قال له يا مسلم تفضل البيتي، ابدا، سددوا بوبهم ولحقوا وراه يردون قتله. اجا الى ان وصل الى دار اللهم آمنا في بلادنا واوطاننا، الهي آمنا على ايماننا بحق، هذا باب الحوائج، لان اعز ما عندنا ايماننا وديننا، والا كله هذا يسهل، لكن الايمان، فاذا حفظ الله الايمان والامان والاوطان حفظ لنا كل شيء. هذا الخايف ترى امره مشكل، حتى لو كان ببيته، حتى لو كان نعم محافظين يحافظوا، ترى ياخذ الخوف. انا ما اقول مسلم اخذ الخوف اي يرهب من القتل، لكن يخاف من الشتلة اللي تصير برده، والا لو ميدان هو ابن الذي تعرف منو عمه ومنو اجداده، لكن يخاف من البوقة، هذه البوقة تقتل. فاجا توسم حرمة واقفة على باب دارها، شافها مرة تبين طيبة، لان الوسم يدل على المعنى، فوقف والشريف يتكلم بكلام شرف بنسبة شرفه هو. التفت اليها قال أمة الله علي بماء، تراني عطشان،
سأل شيء اللي ما بي منقود يا جماعة. قالت له لا بأس. طبت الى الدار، جابت له قدح ماء، انطت الماء. ترى مو صيد الماء يا عرب، يلي تعرفون يا اهل الغيرة، وهذه اللي تهزك انت يلي قاعد تصنت الآن. واذا بكينا على غربة هالغريب الله يرحمنا، يوم اللي باللحد احنا غربة. شربوا الماء وظل واقف، هو راد من الماء مفتاح كلام. التفتت الى قالت له يا هذا طلبت ماء شربت، تهنيت بالماء ودعت الله روح لهلك، انت رجال اجنبي واقف على دار فيها حرم لغيرك، توكل على الله روح لبيتك روح لهلك. شي يقولها؟ التفت اليها قالها أمة الله ترى مالي بهالولاية هذه دار ولا لي عمام، لا تبيع عمامك وهلك، تراك تهلك، لا تبيع عمامك وهلك تراك تهلك. قالها ما إلي عمام ولا إلي قرايب. يقلها وعينه مستديره. هذا ما فسر لك حميدة تفسير تحسه، يعني عاين يمنه ويسره، لا يكون ينغلب، لا يكون لولا عال ما عندهم شرف يتمكنون من قتله وقتلته تصير برده. يقلها وعينه مستديره، لا اهل عندي ولا عشير، لا اهل عندي ولا عشيره، غريب غريب وحمامي بغير ديره، غريبة وحمامي بغير ديره، ومثل حيرة ما جرت حيرة. تجاوبت تقول له يا غاتي، تقول له يا غاتي ما عرفتك، ومن ريبت منك طردتك، انا الخادمة وسهلة طلبتك. طريق المصيبة من هالطريقة غلقة، افتح من هالطريق الاخر يفتح الله عليكم الخير كافي، لان المجلس بيه زوار، بويا زوار بيكم جايبين حريمكم وياكم وعيالكم، هذول زوار اطفالهم عندهم نايمين، كل من منيم طفله بحضنه، فهو مرتاح. لو كان هذا الطفل ابوه مو يمه، يو الحرمه زوجها مو يمه، ترى امرهم مشكل، لان الغايب يظلون اهله متلهفين عليه وهو متلهف عليهم. مسلم عنده بنت، مسلم بن عقيل عنده بنت، تصبح وتمس تسأل من عمها، عمي شو ابويا من ابويا خبر ما جاك، يا عمي من ابويا خبر ما جاك، ولا طارش بمكتوب وافاك، يخبرك الصار وجرهناك. يا عمي اذا مجتول هذا معناه ان كان ابويا يقتل فداياك، يعني قل لي حتى اقطع الظن، ان كان ابويا يقتل فداياك انت الضمد ضعنا بلاياك. كل يوم تسأل عن ابوها الى ان اجى الخبر. ان شاء الله خبر سلامتكم يا زوار يلي نويتوا تظلون هالشهر بشهر رمضان عند الحسين، هنيئا لكم. يوم اللي يقضي العيد وتعيدون وتروحون لبلادكم ويبشرون فريج فريج الاخر انهم الزوار اجوا، وكل غايب الله يرد اللهفان. نعم من وطننا من غير وطننا الله يجمع شمل الاسلام برحمة منه، انه ارحم الراحمين. هناك واذا الخبر اجى الى الحسين بان مسلم قتل ويجروه بالحبال، الامام راد عادي يبين لها هالطفلة حتى تقطع الاياس، لا تظل كل يوم تسأل وتخزن القلب. اجى الخيمة العقيلة قال له اخي سكينة اخي زينب علي بطفلة مسلم. اجت زينب سكينة عمو وياها شلهم، شنو قصد الامام مع ابنة مسلم؟ فهذه زينب، هاي سكينة، هذه هم بنت مسلم حميدة. الامام اخذها البنت مسلم وقعدها بحضنه وقام يمسح على راسه.
هذه علامة عندهم، اللي يمسحون على راسه يعني يتيم ابوه رايح. تقول له بمسحك على راسي. هذا السيد يقول لي كل ليلة بويا ماكو ماخر مجال ماكو يا سيد امين، يقول فد بيت بيتين بحراني امثاله، وان كان كلنا احنا الحمد لله هم بحرانيين هم مؤمنين شلون ما تريد، لكن يريد له مجال السحل البيت هذا نقرا على حساب هالسيد، لان هم نريد منه اذان وهم يشرب الماء ويعجل، ويريد من عندنا بيت ما نقرا له ما يصير. قل له بمسحك على راسي تركت القلب ذايب، هذه يا عمي من علامات المصايب. قلبي كسرته حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيبة يعود الله بعجل اولي استنكرت فعل البنية وقالت يا عمي الصار بي لعل والد جتل منيه، يقل ابوك اليوم فاتيك دبكي على لاعت وفاتيك، انا ابوك وابناتي خوه. سيدي ابا عبد الله، وانت يا سيدي يا ابا الفاضل بنت مسلم عمها الحسين امسح على راسها، ترى سكينة بعدك يا عمها وبعد ابوها بالسياط على راسي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. يا بل لاقي له 65 دينار. قلت له هذا اللي مضيعين شو وقت الضوء؟ قال 5 ايام. هسه 5 ايام يمكن اكلوهن وشربوا عليهن ماي، لكن ما يقول مو مبيوقات لعلها ضايعات، فاذا لاقيهن ان شاء الله طيب وبن حلال يعطيهن. الراعين هذا هم كاسب يمكن ما لم ال 65 الا بالشافعات. اغفر لنا وللمؤمنين وبلغ امواتنا واموات جميع المؤمنين ثواب الفاتحة.